اولا مفيش حاجه اسمها طاقه ذكوره وطاقه انوثه، ماشي؟ مفيش اي حاجه علميه عن الموضوع ده. فمش عايزه مش عايزه اسمع ولا اشوف تاني حد بيعلن مثلا عن منتج يقول انت مش بنت لو ما عندكيش المنتج ده. طب احترمي نفسك شويه. يعني يا ريت لو حد بيعمل اعلان لاي برودكت يعملوه بالطريقه اللي هو عايزها، بس ما ينفعش طريقه الكلام دي. يعني لو جاء راجل بيعلن عن منتج للرجاله، ما ينفعش يقول له انت مش راجل لو مش عندك المنتجات دي. تخيلوا كده لو ده حصل، تخيلوا بذمتكم مش الرجاله هيقفلوا له الصفحه اللي هو فاتحها دي ومحدش هيشتري المنتج بتاعه؟ طب ليه بقى حد يطلع اعلان يقول انا بحث بطاقتي الانثويه وانا بستخدم البرودكت ده؟ ولازم طبعا يبقى فيه برودكت، لازم يبقى فيه كورس هما بيعلنوه. امال ازاي هيبيعوا لنا الهوا في ازايز؟ ازاي؟ ولو ما حشروش بقى اللي انت مش بنت لو ما عملتش كذا، لازم ايديكي تبقى ناعمه، لازم شفايفك تبقى منفوخه، لازم مش عارفه ايه. والله طب والستات اللي بنشوفهم في الشارع دول مش ستات؟ الست بتاعه الخضار ده مش ست بقى، دي تروح تدفن نفسها. مامتي ومامتك دول ايه؟ الستات الكبار العواجيز دول ايه؟ ما عندوش ستات؟ هو ايه اصلا اللي انت هتزودي طاقه الانوثه؟ هي بتتولد انثى، بتتولد فيها طاقه الانوثه والذكوره مع بعض، علشان مش كطاقه كجينات حتى. ما احنا مولودين من كروموسوم الاب وكروموسوم الاب، فطبيعي يبقى فينا الاتنين. وما فيش حاجه اسمها طاقه الذكوريه عن الشجاعه. هو قال لي طاقه الذكوريه الشجاعه؟ هو ايه بجد؟ الشجاعة دي صفة ملهاش أي علاقة بجنس أي حد فينا. أي صفة أي حد ممكن يكتسبها. وكمان هو بيتقال نفس الكلام الذكوري اللي كان بيتقال، بس مش عارفة الإضاءة عاملة كده ليه، بس بطريقة مغلفة أكتر. بطاقة الأنوثة وطاقة الذكورة. يقولك طاقة الأنوثة اللي انت تقعدي وما تعمليش حاجة، وطاقة استقبال. طاقة الأنوثة استقبال. الأنثى دي يعني لو في طاقة هي بتديها، هي طاقة العطاء. بعيدا عن ان طاقة الاستقبال وطاقة العطاء، بس انا بقول لو عايزين تتكلموا بالكونسبت ده، فهي حرفيا بتطلع بني ادم من جسمها، بترضعه وبتخليه انسان كامل. فايه طاقة؟ يا جماعة يا جماعة، الانسان ما بيتجزأش. هو فينا طاقة فينا عطاء وفينا كرهت كلمة طاقة دي. فينا عطاء وفينا استقبال، وفينا لازم نعطي ولازم ناخد ونحب ونكره. وفي ناس شجاعة وفي ناس جبانة وفي ناس جبانة وعايزة تكتسب الشجاعة. احنا بني ادمين كاملين، فينا كل حاجة في الحياة. مش مش هنقعد نجزأ بعض ونقول انا كده بزود طاقة الانثى بتاعتي. مررتي بتتفقع من الكونتنت ده. في حاجة تانية عايزة اقولها. انا مقتنعة ان احنا فينا الاتنين، لان احنا كبني ادمين ربنا قال وبعضكم من بعض، فاحنا ربنا خلقنا متكاملين وفينا صفات من بعض جيناتك حتى، لان يعني مخلوقين من جينات الاب وجينات الام مع بعض، مش من الام لوحدها ولا الاب لوحده. فاحنا طبيعي فينا الاتنين، مش محتاجين نفعل حاجة ومش محتاجة تزيلي حاجة عشان طاقة الأنوثة. فانت ما ينفعش يبقى عندك طاقة ذكورة أو ينفع تقيسيها، يعني نجيب بقى مسطرة بقى ونقعد نقيس بقى فينا بقى. هو كلام هوا، كلام إنشاء الناس بتقوله عشان يعملوا بقى كورسات، يبيعوا برودكت يقرفونا بيه، بس هو كلام مش حقيقي وكلام مستفز بصراحة.